هي هي جوان. جوان، ما بك يا شيار؟ ماذا تريد؟ شيار، اكتب يا صديقي، فلم يتبقى من وقت الامتحان سوى ربع ساعة، وأنت كالتمثال تتأمل هيلين مراقبة الامتحان، وكأن عينيك لم ترى فتاة قبلها. جوان، هيلين؟ اسمها هيلين؟ شيار، جاوب على الأسئلة يا جوان واتركني أكمل إجاباتي. هيلين، هيلين. وقع الاسم في أذن جوان كوقع البرد على سقف بيتهم في ليالي الشتاء، إذ كان يسقط فجأة وبعنف، فتحس العائلة وكأن جيشا من الرجال يتراكضون فوق البيت. أكمل جوان الامتحان بسرعة، لا طمعا بالنجاح في المادة، بل خوفا من أن تخرج هيلين من القاعة فلا يسلمها ورقته. حمل الورقة واتجه نحو هيلين بيدين مرتجفتين، ناولها إياها وعيناه تتأملان وجهها القمري. في حرم الجامعة جلس إلى طاولة وقلمه بين أصابعه يتراقص، وكأن هذه الدقائق لا تريد أن تمر. خرج آخر طالب، وبعده خرجت التي جعلت جوان ينسى امتحانه قبل قليل، ليقف وقفة عسكرية كجندي رأى ضابطا يتقدم نحوه. إنها شجرة سرو تمشي بصندل وقشاط أحمر على قدميها الشبيهتين بثلج الليلة الأولى. شعرها الأشقر يتطاير على كتفيها كسنابل القمح في أيار حين تهزها الريح، فتلامس السنبلة السنبلة، تقبلها. نظارتها الشمسية تخفي عينيها، يتخيلهما بنيتين. أنفها الصغير المدبدب يجعل نظارتها أجمل. شفتاها الرقيقتان ذكرته بشقائق النعمان على تلال قريته. مرت تلك اللحظة كالصاعقة، حتى أن هيلين عندما مرت أمامه لم يلتفت إليها ليلاحقها بعينيه المندهشتين من جمالها الرباني. هي هي جوان. جوان، ما بك؟ ماذا تريد؟ شيار، كيف قدمت الامتحان؟ جوان، جيد جيد، هيا دعنا نذهب. على سريره بدأ جوان يتأمل سقف الغرفة. انتابه شعور غريب حينما تذكر أن قلبه ارتجف عند مرور هيلين من أمامه. هي نفس الرجفة التي كانت ترقص قلبه وركبتيه عندما كانت حبيبته في المدرسة تسير نحوه. حينها كان يفقد كل شعور إلا شعور مجيئها إليه. كانت كالغزال البري متمردة تتحدى الجميع لأجله. كانا يقفان طوال الاستراحة بين الحصتين يتبادلان الأحاديث، وكلاهما لا يتجرأ على الاعتراف للآخر بأنه يحبه، بالرغم من أن كلا منهما كان يعلم بأن الآخر يعشقه. قلبهما كانا كعصفورين يتراقصان فرحا حين اللقاء، وبعد انتهاء الدوام كانا يسيران باتجاه معاكس نحو بيتيهما. قلباهما لا يقويان على تحمل ما تبقى من النهار وبعد بعضهما عن بعض، لينهي جوان دروسه ويبدأ بقراءة قصص العشق: مموزين، فرهاد شيرين، مجنون ليلى، وهو يستمع إلى كوكب الشرق أم كلثوم وهي تغني: الحب كله حبيت فيك. وعندما يحس باقتراب الليل الطويل من نهايته،
يسرع ليضع رأسه على مخدته عله ينام، ليستيقظ باكرا ويذهب إلى المدرسة لا حبا بها بل شوقا لرؤية حبيبته التي تعاني الليل الطويل وانتظار نهار مثله. لا لا، يقولها جوان لنفسه، مستحيل أن يتكرر الحب، فقد عاهدت نفسي على ألا يفتح قلبي مرتين، فمرة كانت ب1000 جرح ذرفت 100 بركة من الدم، ولكن هل طول شعرها ذكرني بجرحي الأول؟ أوف، كم أخاف من الحب. لا زلت أضمد جرحي وجرحي يفتح نفسه، فلما أفتح جرحا آخر؟ نم يا جوان، نم. هكذا يأمر نفسه كي ينهي توتره. وفي الصباح استغرب الشيار الذي يشارك جوان في الغرفة حالته، فعيناه محمرتان وكأن النوم لم يزره الليلة الماضية. سأله عن حاله: ما بك؟ فمنذ البارحة وحالك لا تعجبني. هل أنت مريض صديقي؟ أتعاني مشكلة ما؟ هل تحتاج نقودا؟ جوان: ليتني كنت مريضا يا صديقي. حينها كنت شخصت مرضي وخوفي من تجدد مرضي القديم. شيار: مرضك القديم؟ وماذا كنت تعاني؟ جوان: الحب. شيار: الحب؟ وهل الحب مرض يا صديقي؟ على العكس يا صديقي، الحب مطر القلوب وربيعها. ثم من هذه التي اجتاحتك وجعلت النوم يخاصمك؟ هيلين، طالبة الدراسات. كيف أحببتها؟ أنت لم ترها سوى البارحة، كيف حصل ذلك؟ هي أكبر منك بسنين، فأنت لا زلت في السنة الأولى، وهي يسأله باستغراب: كيف ذلك؟ جوان: تكبرني بالسنين؟ ومن قال لك بأن السنين تقف في طريق الحب؟ فالحب يا صديقي كالنسيم، كزخات المطر، لا يعرف الحدود، يلامس القلوب ويختصر الزمن. السنون هذه في العقول لا في القلوب. قل لي يا شيار، ماذا تعرف عن هيلين؟ شيار: كل ما أعرفه أنها من ديريك، لكن صديقنا سامي بالتأكيد يعرف عنها الكثير، فهو لا يهتم بالدراسة، إنه يهتم بكل شيء إلا الدراسة، ووالده أخطأ عندما سماه سامي. جوان: دعنا نذهب إليه. شيار: انتظر لنتناول الفطور. يطلق ضحكة: ما بك؟ كأنك ذاهب لتأتي بمصدقة التخرج. في الحرم الجامعي كان سامي جالسا مع فتاتين كل ما يمكن أن يقال عنهما أنهما قمر انقسم إلى قسمين، وكان الثلاثة يضحكون والفتاتان منسجمتان تماما مع سامي. شيار: مرحبا. سامي: أهلا بكما أيها الصديقان، تفضلا بالجلوس. أهلا أهلا أيها الصديقان. الفتاتان لم تردا السلام. يبدو أن شيار وجوان أفسدا عليهما متعة الجلوس مع سامي المرح. شيار: لا شكرا، نريدك في موضوع خاص. غادرت الفتاتان وبقي الأصدقاء الثلاثة، وبعد سؤالهم عن امتحان البارحة الذي لم يجاوب سامي إلا على سؤال واحد منه وجوابه كان مشكوكا في صحته: شيار: هل تعرف هيلين طالبة الدراسات يا سامي؟ سامي: طبعا، ولكن لماذا السؤال؟ يخفق قلب جوان كإناء ممتلئ بالماء في يد طفل صغير، ينتظر ما سيقوله سامي عن هذه الفتاة التي اجتاحت روحه كالطوفان. شيار: أنا وجوان نفكر أن نذهب إليها كي تشرح لنا محاضرة في قانون العقوبات. كنا قد غبنا عنها وسمعنا بأنها لا تقصر في هذه الأمور،
فأردت الاستفسار عنها، وأنت ضريع بالنساء. أصاب سامي الزهو من كلام شيار، فبدأ بالكلام: يا سيدي، هذه الفتاة من ديريك، وهي معقدة جدا. أنا لا أراها إلا من الجامعة إلى المدينة الجامعية وبالعكس، وكأن الشباب لا يعنون لها شيئا. وللأمانة هي محترمة جدا، ولا تقصر بالجواب على أسئلة أي طالب. وهناك أستاذ جامعي يرغب بودها، يبدو أنه يحبها، إلا أنها لا تهتم لهذه الأمور. إنها فتاة فولاذية، وتحترم كل الآراء والأديان. إنها من دين التسامح، دين سيدنا المسيح. هنا انشرح قلب جوان لما سمعه عن أخلاقها، ولكنها مسيحية. يقول في نفسه، فيجيب نفسه: وما المانع؟ فلا حدود أمام الحب. يتشكران سامي ويغادران. في اليوم التالي قرر جوان أن يتكلم مع هيلين، وقد وجد الحجة شيار وهي شرح محاضرة البارحة، وهي يعلم بأنها ستراقب الامتحان اليوم. أما هو فليس لديه امتحان، لا اليوم ولا غدا، المادة سهلة بالنسبة له. لبس جوان بنطاله وكنزته اللذين لازماه منذ بداية السنة الدراسية، فهو لا يأتي للجامعة إلا قبل الامتحان بشهر أو أقل، لأن وضع والده تعيس اقتصاديا بسبب اعتقاله. رش عطره الرخيص الثمن على عنقه وصدره وخرج فرحا. جلس على كرسي قريب من القاعة التي ستراقب هيلين فيها. يحرقه الانتظار، والوقت يمضي بطيئا كالقطار المتجه من الحسكة إلى حلب. قالوا سابقا: الانتظار موت بطيء. بينما كان ينظر إلى كل الجهات علها تأتي من إحداها، وإذ بها تقبل كقديسة جالبة النور معها. لا أعلم هل أصبحت أجمل، أم إن الحب جعلها هكذا أمام عيني. وما هذا الحب الذي يأتي من النظرة الأولى؟ يقول لنفسه مستغربا.